تعالوا احضروا معايا فرح ابن عمي واقول لكم الافراح عندنا بتتم ازاي. نبدا الاول بيوم الحنه. بنصحى الصبح بدري بقى عشان نحضر حاجه الطباخ ونذبح، والطباخ بيبدا بقى ان هو يجهز عشاء يوم الحنه اللي بيكون عباره عن رز وكرشه. وعلى الرغم اني مش بحب اكل الكرشه بس بيتعمل في الافراح بطريقه حلوه قوي، الريحه بتكون قلب الدنيا. كمان الشيف ابراهيم بقى بيبدا يجهز لنا حلويات وبتكون عباره عن جلاش متغرق في عسل وجواه مكسرات. ده بعد الفرح بقى بيتجمع مع كحك وبسكوت وبتوزع هدايا على قرايب العريس والعروس، وبصراحه بيكون طعمها في الولا يا ولا منه. بعد كده بيجي دور الحنه، بتكون واخده شكل التورته كده ومتزوقه وبتتوزع بقى على بنات العيله والجيران عشان يحنوا ايديهم. تعالوا بقى ناكل الكرشه ونجربها، على الرغم اني في الطبيعي مش باكلها بس شكلها وريحتها كانوا قلبين الدنيا حرفيا، فشجعت ان اكلها. نقول بسم الله وودي بالهنا والشفا. شوف هقول لك، مهما اكلت كرشه مش هتاكل كرشه احلى من اللي هتاكلها يوم الحنه. تعالوا بقى نبدا الجد. عندنا بقى عادات وتقاليد ان يوم الحنه ده زي ما انتم شايفين كده بيكون في فراشه وانوار في كل حته، وعمامك اللي هم اصحاب الفرح بيكونوا في مقدمه المكان عشان نستقبل الضيوف اللي جايين يشرفونا. ولازم طبعا نكون جايبين بوفيه في المكان عشان نعمل عصاير وقهوه وشاي للمعازيم. وهنا كنت بحبس بشاي عشان نطمن بس ان الحاجه اللي بتطلع للناس كويسه. اجمل حاجه بقى ان المناسبات دي بتجمع